خاصة كبيرة لمغاربة العالم. ركزنا اكثر على البرنامج اللي طلقناه مع مؤسسه المكتب الشريف للفوسفات لدعم البحث العلمي وثاني، واللي عنده يعني ايجابيات كثيره، لانه خدا بعين الاعتبار المجال، وخدا كذلك ما يسمى بالتمييز الايجابي المجالي. يعني المشاريع غتقيس في اطار الجهويه الموسعه المغرب كله، المؤسسات ديالو كامله. كذلك التمييز الايجابي للشباب خدينا بعين الاعتبار، لانه الا مشينا غير في الامتياز، استاذ اللي عنده 30 عام ماشي بحال الاستاذ اللي عنده 5 سنين، خصنا نوجدوا الخلف. في اطار هذا الشباب غيكون واحد التمييز على الجوده ولكن بيناتهم. وخدينا كذلك كل الحقول المعرفيه بدون استثناء، وعطينا مكانه خاصه كبيره لمغاربه العالم. خصنا لهم في هذا المليار الدرهم، لانه اول نوبه باش هذا المشروع بهذا الحجم، مليار ديال الدرهم، يعني كبير، اول مره بهذه القوه وبهذا الحجم هذا. خصنا منه 200 مليون ديال الدرهم مع مؤسسه المكتب الشريف للفوسفات لتشجيع مغاربه العالم، وخصوصا الباحثين والاساتذه الباحثين، للمشاركه بمده اطول، ولما لا الرجوع نهائيا للاندماج في منظومه البحث العلمي والابتكار. عندكم اولويه اكيد اولويه الاساسيه، لان هذا هو اللي كيميز. سمعتكم تقولوا ان الجامعات هما خصهم شويه يقويوا العضلات ديالهم. انا غنواكبوهم في هذا الشيء. كاين لنا هذا الشيء ماشي غير فقط المعاهده اللي تصوبات مع اطار مع مؤسسه المكتب الشريف للفوسفات وما بين الوزاره ممثله في المركز البحث العلمي وجامعه معهد السادس متعدده التخصصات على 3 ديال البرامج، ولكن كذلك غتواكبوا مجموعه من التدابير الاساسيه والاستراتيجيه واللي لابد منها مشاركه مع الشركاء الاجتماعيين ديالنا ومع الهياكل ديال الجامعات والمؤسسات، باش نعطيو فرصه اكبر وكل الفرص المتاحه للنجاح ديال هذا البرنامج. ان شاء الله باذن الله، الا بغى الله يوفقنا. الجامعه ومحيطها الاقتصادي مما يجعل البحوث غير مرتبطه بحاجه ديال السوق. الوزاره تلخص العمل ديالها غير في التعيينات، هذا ديالي، هذا ماشي ديالي، هذا ديال واحد اخر. هذا اشكال كنطرح، واللي ما تمنيناش يكون في هذه الوزاره اللي هي وزاره التعليم العالي، اللي عندها واحد الدور كبير جدا، لا من ناحيه ديال الاستثمارات اللي كتدخل للبلاد، ولا التكوين ديال الوليدات ديالنا، ولا كذلك هذه البحوث اللي كنسعوا لها كلنا انها تكون في واحد المستوى جيد. السؤال اللي مطروح اخر اللي طرحنا على سيد الوزير، الحجم ديال الميزانيه كبير جدا. الطريقه ديال التنزيل ديالو، اولا خاص واحد العدد كبير الاساتذه الباحثين يكونوا في واحد المستوى كبير باش يديروا التنزيل ديال هذه المسائل هذه. خاص التكوين، خاص واحد لابوراتوار يتجهزوا باش يمكن يجاوبوا على هاد التساؤلات اللي كنهضروا عليهم. وبالتالي كاين واحد مسائل اللي كبيره، وكنتمناو ان السيد الوزير ان شاء الله في هذه الخطه ديالو يتمكن في هذا العامين اللي بقات ليه باش ينزل هذا البرنامج اللي هو برنامج مهم جدا. ما تنساش بانه مازال البحوث ديالنا بالفرنسيه والعربيه، وحاليا البحوث كلها في العالم كتعتمد على الانجليزيه. البرامج ما جاش فقط باش يجاوب على اكراهات ديال التمويل المالي. اكيد المرتكزات الاساسيه ديال البحث العلمي هي الموارد البشريه، هي